قدام سوبر ماركت الفا، وهنخش جوه وهنشوف الاسعار بتاعه رمضان عامله ازاي. نبدا ندخل ونفتح الباب. هنبدا اول حاجه هنشوف اسعار الزيت. ادي سعر الزيت اهو، 39,400 بدل 45. هنا عاملين تخفيض. ده بيبقى عبارة عن 2 لتر، 2 لتر اهي. هو انضفهم بصراحة هو النوع ده، 39,600. الاندومي بحر من الاندومي يعني، كل ده الاندومي اصلا في اندونيسيا وماليزيا، يعني اسلوب حياة يعني، كل ده اندومي. طيب هنا الاسعار بتبدأ من كام؟ هنقول مثلا 3200. هو اندومي 3200. طبعا 3200 ده حاجة كده يعني، أجرة الميكروباص 5000 هنا. ف 3200 دي حاجة رخيصة جدا. دي الاندومي اللي احنا عارفينه. طبعا الاندومي هنا مختلف عن مصر تماما، هنا التوابل فيه زيادة كتير. وده نوع تاني، ده نوع يعني اندومي بس نودلز غريبة شوية وغالية، 20,000. وده النوع الكوري بالمشروم، 15,200. ده هنا صوص المكتوب عليه بانجو، مش عارفين ده بيتعمل فيه. انا من ساعة ما جيت لغاية دلوقتي مش عارف ده بيتعمل بايه البانجو ده. نسيب بقى الحاجات دي هنا، ده الحاجات دي مقاطعة ملناش دعوة. ده هنا العصير ليتشي. الليتشي دي فاكهة تحفة جدا، جميلة مسكرة جدا. ده عامل 8900 بس صغيرة. هنا الشاي بتمن 3800. في شاي بسكر وفي شاي من غير سكر. ده من غير سكر هو الابيض، اللي هو اللون الاحمر شويه ده اللي بسكر. وده سعره بكام؟ ب 3800. الشاي هنا ده بيتشرب دايما ساقع، زي الحاجه الساقعه بالظبط. برضه مشروب ليتشي اهو. نرجع هنا ازايز الميه دي من الفا، عامله 4900 يعني 5000. انت لو اجرة ميكروباص حتى، بس هي الاحسنهم هي الاكوا دي الاحسن، عامله 3900 برضه، تانية 4900. ده عصير الجوافة. الجوافة هنا بتبقى حمرا، ده عامل 10,200. بس الجوافة هنا بتبقى مسكرة جدا. وهنا بقى الكافيه، اي قهوة انت عايز تشربها، في لاتيه وكراميل وحاجات كتير قوي. في مكرونة محمصة تاكل زيها زي السناكس بالظبط، 21,200. هي غالية يعني، كنت تجيب مكرونة وتقعد تقرمشها كده وتاكل فيها. وهنا عندنا جوز الهند. جوز الهند هنا بيقطعوه مكعبات كده. انا ما جربتش ده، انا جربت العادي. ده هنا عامل 9600. وهنا الرز، ده الرز البني، الرز البني ده عامل ده قد ايه؟ ده 1 كيلو. 1 كيلو عامل 27,200. وده ده 5 كيلو عامل 74,500. طبعا الرز برضو زيه زي الاندومي، حاجة أساسية عندهم. وهنا علبة اللبن ب39,400 اللي هي كامل الدسم. دي اللي هي خالي الدسم 25,400. فرق كبير بصراحة.
وبرضه نرجع نقول بص، كل ما تخش في حته تلاقي شاي 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 شاي، شاي بالتوت، شاي بالتفاح، شاي مش عارف بايه، حتى فوق برضه. هنا الزبادو اللي هو اليوجر. في عندنا هنا ده بالعنب، ده بالليتشي برضو، الفاكهة اللي احنا قلنا عليها برضو عنب تاني اهو، والفاكهة ده بالتوت. بالنسبة لده عاملين برومو تشتري 2 ب8000. أسعار بتبقى رخيصة برضو مش غالية، بس الزبادي نفسه بقى ده اللي غالي. يعني علبة الزبادي الواحدة من دول ب17,900، يعني حاجة. أسعار الزبادي هنا غالية شوية. والزبادي بالعنب عامل 15,700. وده شاي برضه مفيش فايدة. هنا أسعار الفاكهة اللي هو ال7,900 ده ال100 جرام، يعني التفاحة ال100 جرام تعمل 7,900، يعني نقول 8,000. هنا السعر بال100 جرام بس. هنا الأناناس بيبقى جاهز متقطع، العلبة ب12,000. وهنا البطيخة متقطعة ب12,000 برضه. هنا دي كمثرى شكلها شبه التفاح، دي ب12,000. ده صوص بتاعهم كده اسمه صوص سامبل، نوع كده غريب شوية من الصوص، اللي هو ب6000 الواحدة. حاجة عاملة زي المفتقة شوية، بس هي مش مفتقة أصلا. والاستفندي عامل 100 جرام عاملة 3,790. أسعار البيض، الكيس ده عامل 33,500، ده بقى الوزن برضو، ده بالوزن، ده ب32، ده ب31,000. عاملين بروم على أسعار البيض هنا. وكل رمضان وانتم طيبين.